تعرفون أن إبليس رن رنة عظيمة عندما طرد من الجنة، ورن رنة عظيمة عندما لعن، ورن رنة عظيمة عندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم. فأول منزعج من المولد هو إبليس. أول منزعج من المولد هو إبليس. أول من اغتاظ، أول من تمزق قلبه من المولد هو إبليس. وله أقوام اليوم ينزعجون من الاحتفال بالمولد ويكفرون، كما قرأنا اليوم في بعض مواقعهم في الإنترنت. ماذا قال أحد مراجعهم؟ قال: هؤلاء الذين يحتفلون بالمولد يكذبون قول الله: اليوم أكملت لكم دينكم. قولوا لهذا الغر، لهذا الجهول، هذه الآية نزلت في حجة الوداع، والرسول ما مات في حجة الوداع، عاش بعدها قريب نحو 3 أشهر، وكانت الآيات تنزل عليه تباعا. قال الطبري وقال كثير من علماء التفسير: آية تحريم الربا نزلت بعد آية اليوم أكملت لكم دينكم. فهل يقول هذا ليس من القرآن؟ هل يريد أن يلغي الآيات التي في القرآن في تحريم الربا في سورة البقرة وغيرها؟ انتبهوا، على زعمهم يحتجون بهذه الآية لمحاربة المولد. وقولوا لهم: المصحف الشريف الذي بين أيديكم وأنتم تقرؤون فيه لم يكن منقوطا أيام الرسول، بل ولا كان محركا، ولم تكن فيه الشدات التي وضعها الحسن البصري. والله قال: اليوم أكملت لكم دينكم. لماذا هذا سكتتم عنه والمولد تحرمون بلا دليل؟ لماذا؟ تعرفون؟ لأنه يحصل في المولد من تعظيم رسول الله ما يحرق قلب إبليس وقلب المشبهة المجسمة. لا يريدون أن نعظم الرسول،